كنت قلت في فيديو ان كتير من الايطاليين بيبقوا متقاربين مع المصريين بشكل كبير في حاجات معينه وفي السلوك وفي حاجات معينه، وطريقتهم بشكل ما بتبقى قريبه للمصريين. لكن في كتير من اللي تواصلوا معايا بعد كده هو من المصريين قالوا لي فعلا هم بيلاحظوا فعلا ان الايطاليين قريبين للمصريين شويه في حاجات كتير. هو الفكره مش بس تقارب بعض يعني الشخصية شوية في المكانين، لكن الفكرة أكتر إن في كلمات أصلا موجودة في مصر، الكلمات دي أصلا كلمات إيطالية تماما. كلمات بتتقال في مصر على إنها كلمات مصرية، لكن الكلمات دي كلمات أساسا كلمات إيطالية. الكلمات دي كتير وفي مجالات كتير، وده شيء يعني ملفت طبعا. يعني جوه مثلا في كلمات من الشائعة جدا جوه مثلا البيوت أو كده هوت، في بتستخدم كلمة لامبا. اللامبا، لامبا، لامبا. اللامبا دي كلمة إيطالي. بالكونا ايطالي. اباجورا، الكلمات دي كلها ايطالي. صاله، صاله، بالكونا. كل ده كلمات ايطاليه. في مجالات تانية زي مثلا في الملابس مثلا، كلمة فيستيتو دي كلمة إيطالية اللي هي بالعربي بقت الفستان. في كلمات بتتنطق بالإيطالي زي ما هي بالظبط، لكن في كلمات حصل فيها شوية تغيير كده هوت لما بتتقال في مصر. زي كلمة فيستيتو اللي هي فستان. فستان في مصر دي من كلمة إيطالية اسمها فيستيتو. كلمة كرافاتا. كرافاتا اللي هي الكرافاتا، دي كلمة إيطالية تماما. كرافاتا. هي كلمة كرافات هي بالفرنسية برضه كرافات، بس هو النطق اللي موجود في مصر هو أقرب للنطق الإيطالي مش الفرنسي، لأن الفرنسي كرافات لكن بالإيطالي كرافاتا. فهي طبعا واضح إنها أقرب للنطق الإيطالي مش النطق الفرنسي. نفس الحكاية مع كلمة بنطلون. هي من الواضح إنها جاية من كلمة هي أقرب في نطقها للإيطالي من الفرنسي، لأن في الفرنسي حرف الإن مش منطوق. من الفرنسي بنطلون، فحرف الإن مش منطوق، فهي أقرب للنطق الإيطالي من الفرنسي. في مجالات تانية خالص زي مثلا كلمة كونتراتو اللي هو العقد. كونتراتو دي كلمة إيطالي. كلمة افوكاتو دي كلمة إيطالي، وغيرها كتيرة جدا كلمات تانية. في كلمات حتى في مجالات يعني يمكن شوية بعيدة عن التعامل الجست او كده هوت. يعني مثلا كلمات في مصر من الكلمات اللي بتستخدم مثلا كلمة بيدي، اللي هي في مصر بتقال البيادة. البياده دي وان كان في تغيير شويه في المعنى في الكلمه. كلمه بيادة بالايطالي معناها رجل، فالكلمه دي في مصر بقت البياده. هي هي معناها حذاء طبعا. حذاء بشكل معين وبيستخدم في استخدامات معينه، لكن الكلمه اصلها جايه من كلمه بياده اللي هي كلمه رجل. فهو حصل شويه تغيير نوعي في المعنى، لكن الكلمه اصلها واحد من كلمه بياده اللي هي كلمه ايطالي معناها رجل. وطبعا ده حصل لاسباب تاريخيه معينه، ان في ايام محمد علي لما كان بيستعين في الجيش بجنسيات تانية زي الايطاليين والفرنساويين، ففي بعض الكلمات كتيره جدا دخلت من اللغتين الايطاليه والفرنسيه. كلمات كتيره جدا طبعا، وإن كانت من اشهرهم كلمه بياده انها منتشره بشكل كبير شويه، وغيرها من الكلمات الايطاليه. ده بيأكد ان في كلمات كتيره جدا 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 ايطاليه دخلت في مصر، زي كلمه مثلا ستابينا. ستابينا دي جايه من ستابيني. استبقينا في مصر يعني تمام اتفقنا. استبقينا بالايطالي يعني تمام اوكي، نفس المعنى بالظبط. فالتقارب مش بس لكن في كلمات ايطالية دخلت في مصر وبتستخدم كأنها كلمات مصرية بشكل قوي جدا. وممكن دي كانت فكرة عامة كده عن الموضوع، لكن هي كلمات اكتر من كده بكتير جدا. ماشي.